السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته المتتبعات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة ان شاء الله. ونتمنى هذا الفيديو ديالي يلقاكم باحسن الاحوال. نبداو الفيديو ديالنا بالصلاة والسلام على نبينا عليه افضل الصلاة والسلام. اليوم غادي نقدم مع مردود الغرباوي اللي كيجي زوين بزاف بالعشوب، كتجي بنينه بزاف ولذيذه، سخونه لهاد الوقت هذا ديال هاد البرد. كتجي ما تشبعوش منها. الطريقه راها سهله ونتمنى تتبعوا معايا الفيديو حتى الاخير باش تشوفوا الطريقه وتجربوها. ودابا ندوزو المقادير وطريقه التحضير. خديت قرعه حمراء اللي كتكون حلوه وخيزو، جوج ديال حبات ديال خيزو غسلتهم مزيان وقطعتهم طريفات، وثلاثه ديال الحبات ديال مطيشه وبصله، وطريف ديال الشحمه والثومه، وخنزه اللي غسلتها حتى هي مزيان وربطتها هي والقزبر ومعدنوس، والفول ولا البصاره هي اللي كتعطي المذاق زوين لهاد المردود هذا، ومعلقه ديال راس الحانوت، وملعقه كبيره ديال فليو، وملعقه كبيره ديال الحلبه، وملعقه كبيره ديال مركز الطماطم والتوابل. التوابل عندنا ملعقه كبيره ديال سكينجبير، صفار العود، ضامه البنه ديال السمن، وملعقه ديال صفار العود، وملعقه ديال قزبر حبوب والملح. غادي ناخذ ثلاثه الحبات ديال مطيشه وغادي نحكهم مزيان في الحكاكه باش نحصلوا على لاصوص ديال مطيشه. من بعد ما حكينا مطيشه غادي ندوزو نقطعوا البصله. بالنسبه للبصله نقدروا غير نحكوها حتى هي، ولكن انا كتعجبني البصله مشلضه، يعني اكتفيت بهذه الطريقه هذه. ممكن تحكوها ماشي مشكل. والبصله راها هي اللي كتعطي المذاق الاطباق ديالنا، الصراحه كتعطي مذاق زوين لهذا المردود هذا. على هادشي خصنا نديرو بصله كبيره للمردود، ما نديروش بصله صغيره، بصله كبيره باش كتطلق لينا البنه ديالها. المهم غير تبعوا معايا المراحل ديال هاد المردود هذا، راه بزاف الناس ما يعرفوش ولكن راه ما غتندموش عليه. المهم في التوابل عندنا سكينجبير، عندنا البزار، صفرة العود، ملعقه كبيره ديال مقصبر حبوب والملحه. وغادي نضيفوا ملعقه كبيره ديال فليو، وملعقه كبيره ديال راس الحانوت ديال مقصبر حبوب والملحه. وغادي نضيفوا ملعقه كبيره ديال فليو، وملعقه كبيره ديال راس الحانوت، وملعقه كبيره ديال الحلبه اللي ضروري نقيوها من الشوائب ونغسلوها مزيان من الغبره. وغادي نضيف زلافه مع عمراج ديال الفول، ونقدروا نضيفوها عامره الا كان ممكن، راه هي اللي كتعطي مذاق زوين لهذا المردود هذا. وغنديروا القزبر ومعدنوس اللي ربطناهم، ومخينزه والشحمه والثومه. وغادي نضيف ضامه البنه. ضامه البنه كتبقى اختياريه، نقدروا نضيفوا السمن البقري، الدجاج اللي متوفر نقدروا نخدموا به. وغادي نضيف الزيت، المائده، وزلافه عامره ديال الماء باش نخليوها تقلى مزيان. هنا من بعد ما تقلات ليا غادي نضيف ليها خيزو، قرعه حمراء اللي ضروري تكون حلوه باش كتعطينا مذاق زوين للمردود ديالنا. وغادي نضيفو ملعقه كبيره ديال مركز الطماطم، وغادي نخلطوها باش يذوب لينا داك مطيشه مع المرقه. ومن بعد غادي نضيف ليها واحد يطرو ديال الماء، وغادي نسد على الكوكوط ونخليها طيب. ودابا غادي ندوزو نحضروا معكم الطعام الاحمر اللي حضراتو حماتي مسكينه. راني ما بديتش ليكم تصور من الاول، ملي جيت نصور لقيتها بدات. المهم دارت تشيشه اللي كنقرصوا بها الخبز، ودارت معاها شويه ديال الماء وبدات كتطلع فيه، ومره مره كترمي الدقيق، وبقات بهذا الشكل هذا حتى سالات. المهم الطريقه راها قدامكم في الفيديو. صراحه تبارك الله على الناس ديال زمان كيخرجوا شي حاجه من يديهم، ما شاء الله. بالنسبه لنا حنا هاد الجيل هذا راه الكثير ما كيعرفش يفور،
ولكن راه غير خاصها شويه ديال الشطاره. كيبان ليا هادشي ساهل، ولكن غير خصنا نديرو راسنا فيه ونتعلموا له، علاش لا. يعني رحنا تعلمنا الصعيب بالنسبه لهذا الشيء هذا، تيبان لي راه نقدروا حتى هو نحضروه لراسنا. علاش لا. كيف ما كتشوفوا نحضروه لراسنا. علاش لا. كيف ما كتشوفوا الطعام راه تكون ليها بهذا الشكل هذا، يعني الطعام راه ناجح 100%. شوفوا تبارك الله. دابا من بعد ما كيتكركب ليها الطعام وكيولي حبيبات، كتولي تعاود دوزو في الميدونه باش كتعاود تخدمو مزيان، وباش من نديروه في المردود ما يسحش لينا الطعام. مهم الطعام كيتكركب مزيان باش ما كيوليش لينا عجينه من بعد. دابا غادي نديروه في الكسكاس يتفور لينا مزيان. من بعد ما تفور غادي نرشوه بشويه ديال الماء وصافي، وغادي نخليوه يشرب لينا ديك الماء اللي سقيناه به. وشوفوا الشكل ديالو تبارك الله ما شاء الله على كسيكسو ديالنا كيجي. شوفوا الحبه على اختها. حمقني انا هاد الطعام هذا. كيجي زوين بزاف هاد الاحمر، كيعجبني حتى مع الطعام ديال الخضار. دابا حلينا الكوكوط. الصراحه واحد الريحه طالعه منها اللي كتحمق. والله يا البنات ما نكذب عليكم الا ما ريحه ديال الفليو راس الحانوت ومخينزه والعشوب اللي في هاد المردود هذا. الريحه ديالو كتشهي. المهم هنا غادي ناخذ الطعام وغادي نديروه في هاد المريقه هذه، ونبقاو نحركو حتى يطيب لينا الطعام ويتنفخ لينا وتلابس لينا المرقه مع الطعام الحمر اللي وجدنا. شوفوا من بعد ما انا راني كنحرك والطعام تيتنفخ كنعرفوها راه طابس. دابا في هاد المرحله هذه راه المردود ديالنا راه واجد وناجح 100%. وتبارك الله هذا هو الشكل النهائي ديال المردود ديالنا. الصراحه كتجي زوينه بزاف لهذا البرد. والله يا البنات ما تشبعوا منها، كتجي لذيذه بزاف وكتجي معلكه، ومذاق ديال العشوب فيها كيجي زوين بزاف. شوفوا الشكل ديالها. مهم هاد القصعه هذه راها ما رجعاتش. كليناها مع هاد البرد هذا، كليناها وما شبعناش منها. ولا عجبكم الفيديو كيف ما ديما في نهايه الفيديو تنقول لكم ما تنساونيش من لايكاتكم وتعليقاتكم، والسلام عليكم.